أنا بعرف هذا الزلمة من الجنوب الشرقي، زلمة بويرس. ايه فهمت عليك. معناتها سنجر بده ياخذ عاكف وبعته لهون مشان هالشي. إلي أركان، قصدك المجنون بويرس؟ هذا نفسه ما هيك؟ هذا من الجيل القديم معلم، طردوه من الجيش بسبب عدم الانضباط. هذا مثل الكتائب الإسرائيلية، كان يقتل المدنيين، يعمل مداهمات بمناطق الجبل، عمل وحرق وساوى كتير بالجبل. ولما تغيرت استراتيجية مكافحة الإرهاب بتركيا صفوا هي المجموعة كلها، طلعوهم برات الدولة. وطالما هدول اللي عم نشوفهم هلا بالواجهة، معناتها سنجر مصر يدمر السلم الأهلي. عبد الحي، هذا اللي جنبك شو عم يعمل هون؟ هذا اللي جنبي لولا كانوا هدول قدروا يهربوا مني. لو ما كان عايش هذا الآدمي كان أخونا ميماتي لهلأ عايش. عابد، مو هلا وقت هالحكي. المعلم هيك شاف الوضع. خلينا نخلص العملية، بعدين بتشرح للمعلم مشكلتك. كيف صحتك؟ سجون تركيا مثل الفنادق. بالنسبة لسجن إيران أنا كنت بالخمس نجوم هون. فكرتك ميت. بيقولوا إنه التوأم بيحسوا ببعضهم. قصدك نحن؟ شباب، إذا خلصتوا حديثكم أعطونا الزلمة. الزلمة بالسيارة. بس نطلع بالمروحية رح يسلموك يا الشباب فورا. لكن امشوا يا رب وقت لأنه ما عندي وقت. عبد الحي، قدرت تشوف عاكف؟ لا معلم، احتمال كبير حاطينه بالفان تبعه. معلم الطيارة عم تشتغل، إذا انتظرنا أكثر من هيك رح يقدروا يهربوا. ما في ضمان انه جابوا معهم عاكف لهلا. يمكن رح يقولوا لهذا الزلمه وين حاطينه. إذا قدروا يهربوا من البلد رح نسبب مشكلة لمدير المخابرات. ما رح نعمل اي شيء قبل ما نشوف عاكف. عاكف بالسيارة. كارا، طلعت، حيدر، اعملوا المستحيل لحتى ما تخلوا الطيارة تكبر. يلا يلا. عابد، عبد الحي، أركان، تعالوا معي. يلا خلصنا، اطلع. نحن صرنا فقدنا السيطرة.
عبد تعالوا لازم نطلع الزلمه من هون بسرعه، هدول ما راح يصمدوا. يلا حركوا شباب اقول عندي. لا تخلوهم يهربوا. اركضوا وراهم بسرعه. مراد على مدار، اذا بدك سلامتك تعيش نزل سلاحك فورا. حتى اسمح لك تعيش اترك جلدتي. معلم شو ناطر؟ قوس عليه، قوس عليه وما تسلمني إله. معلم معلم